حضرتك أو حضرتك تجار وعم تشتغلوا بأي مجال بعالم التجارة أو حتى الصناعة، إجا الوقت اليوم اللي لازم تفكروا فيه بتغيير استراتيجياتكم بالاستثمار بسوريا الحبيبة. لازم نفكر باستراتيجية واضحة لاستثمار الأموال، سواء اللي هي عم تتشغل وعم بتكون على الأرض بالمحلات وبأماكن التجارة المختلفة، سواء من الديون الموجودة، سواء إلنا لصالحنا أو علينا لصالح الموردين. بداية لازم ننتبه كتير لتوثيق هاي الديون، لازم ننتبه كتير لأن تكون متفق عليها من كلا الطرفين وليس من طرف واحد من قبلكم على سبيل المثال. بنفس الوقت الناس اللي ما عم بقدر اتواصل معهم لأي سبب من الأسباب بسبب الظروف الحالية، لازم أنا وثق لهم حقوقهم اللي إلي أو اللي علي بأوراق رسمية من شركتي أنا داخليا، واحتفظ بهي الأوراق بمكان منعزل عن باقي الأوراق اللي بيتم تداولها بشكل يومي لحين ما أقدر أني أنا استثمر بالتواصل معهم من جديد. بالإضافة لهيك لازم نفكر بطريقة فعالة بتوزيع اليوم البضائع. اليوم في طلب كتير كبير صح على البضائع الموجودة، بس لازم نفكر بتفصيل كتير مهم هو الجودة، الكواليتي اللي موجودة. المواد الأولية اللي عم تستخدم للأسف بالفترة الماضية كانت كلياتها دون التوقعات ودون خلينا نقول المقاييس العالمية. لذلك مهم جدا أنه أنا أفعل المختبرات لأعطي نكهات فريدة من نوعها وجودة عالية، خصوصا بالأمور الغذائية وأكيد بباقي المهن المختلفة. بالإضافة لهيك لازم ننتبه على تفصيل كمان مهم، واللي هو الفريق اللي عم نشتغل معه. حتضلوا عم تستعبدوهم لموظفينكم يا ترى بنفس الرواتب القديمة؟ بتوقع اليوم ما عاد في مجال انه نحن نمشي برواتب رائجة بالبلد مثل ما كانت بالفترة الماضية. لازم نفكر بطريقة عملية وفعالة أكثر. اليوم صار في شركات أجنبية، صار في شركات ممكن تدخل على سوريا، صار في شركات مع رؤوس أموال ضخمة جدا أو سوريين مغتربين رح يرجعوا على البلد ورح يضخوا أموال كتير كبيرة. اليوم في شركات عالمية رح تجي وتستثمر بالبلد. شو ما حيكون موقفكم من ضياع الموظفين الأكفاء من عندكم وانتقالهم لهدنك الشركات؟ لذلك صار الوقت لأنكم تفكروا بإدارة موارد بشرية بطريقة جديدة وعقلانية ومنطقية على أرض الواقع. سياسة الحجي ما عاد تمشي حالها اليوم. السياسة اللي كانت موجود فيها إدارة الشركات من قبل ما عاد تشتغل اليوم على أرض الواقع. اليوم في منافسين يا حبايبي يعني ما رح أحكي أكثر من هيك.